سلام عليكم. سلام عليكم. ايه اخبارك؟ حلقة النهاردة عن حاجة ما قبل الميلاد، بأقل تقدير ب 800 سنة قبل الميلاد. قصة الإلياذة والأوديسا والشاعر العظيم اللي كتبهم هوميروس. هوميروس ده شاعر إغريقي قديم، يعني عاش من زمان قوي، حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. المشكلة إن احنا ما نعرفش تفاصيل كتير عن حياته. في ناس حتى شك إنه شخص حقيقي ولا مجرد رمز، لكن اللي متأكدين منه إنه كتب ملحمتين خرافيتين، هما الإلياذة والأوديسا، اللي بقوا من أهم الأعمال في الأدب العالمي. الإلياذة قصة الحرب والبطولة. وكم فتى مدبر قد بان كاهله، فالسهم واصله والرمح قاتله، ما استطاع مدى الطرواد صدهم، بل استوى في مجال الفتك هائله. كامرأة عالت الأطفال عادلة، قد أمسكت عود ميزان تعادله. فكرة القصة، الإلياذة بتتكلم عن حرب طروادة، اللي كانت حرب ضخمة ما بين الإغريق اللي هم اليونانيين وأهل طروادة، مدينة قديمة. شخصيات القصة الأساسية هم كانوا أخيل، ده بطل إغريقي جامد قوي، عنده قوة خارقة لكنه كان مغرور جدا. هذا أخيل وتلك سطوته، كالرب صال تروع صولته، حيث انبرى أجرى سيول دم، واجتاحت الأعداء كرته، مثل اللهيب بقنة كسيت أجما بها تشتد هبته. هيكتور ده أمير طروادة، شجاع وبيحارب علشان مدينته. أجمنون كان قائد الجيش الإغريقي اللي بيحصل بينه وبين أخيل مشاكل على السلطة. باريس أمير طروادة اللي خطف هيلين ملكة إسبارتا، وده اللي خلى الحرب تبدأ. الأحداث الكبيرة، القصة بتبدأ لما أخيل يزعل من أجمنون ويقرر ينسحب من الحرب بتستمر، وهيكتور بيظهر كبطل كبير في الدفاع عن طروادة. القصة بتنتهي بموت هيكتور على يد أخيل، وبعدها أخيل بيرجع جثة هيكتور لوالده الملك بريام في لحظة مؤثرة قوي. الإلياذة بتعلمنا إن الحرب مش لعبة، وإن الغرور والغضب ممكن يخربوا كل حاجة، وكمان بتظهر لنا إن حتى في الحرب في مشاعر إنسانية زي الحزن والندم. ليعلم من باد ممن سلم، وكلهم هالع منهزم، فغصت وماجت بهم لغطا، ولم ينج إلا حسيس الخطأ. أما بقى قصة المغامرة والعودة للوطن، الأوديسا بتتكلم عن رحلة أوديسيوس أو أوليس اللي كان ملك إيساكا، وبيحاول يرجع لبيته بعد ما خلصت حرب طروادة. الشخصيات الأساسية كانت أوديسيوس، ده كان بطل ذكي ومخادع بيستخدم دماغه في المواقف الصعبة. بينيلوبي مرات أوديسيوس اللي بتستناه بوفاء رغم غيابه سنين طويلة. تيليماخوس ابن أوديسيوس اللي بيروح يدور عليه. وكمان كان في كائنات أسطورية زي الساحرة كيركي والعملاق بوليفوم وحوريات البحر. أوديسيوس بيواجه مواقف صعبة قوي، زي لما واجه بوليفيموس اللي كان بياكل البشر، ولما وقع في غرام الساحرة كيركي. بعد رحلة طويلة بيوصل أخيرا لبيته في إيساكا، لكن بيلاقي مجموعة من الخطاب عايزين يتجوزوا مراته بينيلوبي. أوديسيوس بيستخدم ذكائه عشان يتخلص من الخاطبين ويعيد سلطته تاني. الأوديسا بتعلمنا إن الذكاء والإصرار هما اللي بيخلوا الإنسان يوصل للي هو عايزه. سقط اليوم ونزح المغير بخيله ورجله، فتعالى يا عرائس الفنون فافتقدي. أوديسيوس في ذلك البحر اللجيء يزرعه، موجة تلبسه وموجة تخلعه، لا يعرف لمملكته ساحلا فيرسو عليه، ولا شاطئا فيقصد إليه، يخبط في اليم على غير هدى، ويرسل عينيه في الماء والسماء على غير بصيرة. ليه الملحمتين دول مهمين؟ في الأدب الإلياذة والأوديسا يعتبروا من أوائل الأعمال الأدبية في التاريخ، وأثرهم كبير على الكتاب والشعراء في كل العصور. أما في الثقافة، القصص دي بتعكس أفكار الإغريق عن الحرب، البطولة، والحياة بشكل عام. في الأساطير، الملحمتين مليانين حكايات عن الكائنات الأسطورية والآلهة، فبتساعدنا نفهم الثقافة الإغريقية القديمة كانت عاملة إزاي. وفي الآخر، هوميروس من خلال الإلياذة والأوديسا مش بس كتب قصص مغامرات جامدة، لكنه كمان قدم لنا أفكار عن الحياة، الحرب، الحب، المصير. القصص دي لسه بتأثر فينا لغاية النهاردة، وبتفكرنا إن الكلام المكتوب ليه قوة كبيرة في نقل الحكمة من جيل لجيل. كده نكون نهينا حلقتنا الخاصة بهوميروس، الشخص اللي كان أعمى ولكن كتب حاجات أثرت كتير جدا في البشرية من بعده. حبيبي سلام، يا حبيبي سلام.